كل سنة وانتوا طيبين وفي الهنا والعز متنغنغين. يلا بينا نعمل ايه صينية النهاردة بقى، يعني من صواني الشهر الكريم. معايا حوالي 350 جرام من اللحمة المفرومة. انا سبق وايه فرمت عليها قرن فلفل احمر وبصلاية، احطهم على النار واحط ايه بسيطة. هما مش محتاجين المادة الدهنية، كده كده اللحمة بتنزل. ومعايا الصينية جبت فيها معلقة سمنة. وهنا بقى التركة المهمة، ربع معلقة يعني حوالي ربع كوباية 100 جرام من الشوربة. هحط عليه معلقتين من السمنة، حوالي نص كوباية سمنة، وهحرفعهم على النار. اللحمة المفرومة هنا جهزت معايا. قرن الفلفل الأحمر ده بيديها طعم. وعايزة تقطعي عليها بصل، أنا فرماه. عايزة تقطعي عليها تمام، مش عايزة حطي عليها قطعي عليها طماطمية زي ما تحبي. وابدأي تبليها بتوابل فلفل أسمر، ملح، توابل لحمة اللي تحبيه. هنا معايا اللحمة كده كانت استوت معايا ايه لفة من الجلاش حوالي نص كيلو. هبدأ بقى افردها كويس واعرف ايه بقى مقاس الصينية بتاعتي. احنا متعودين مقاس الصينية بتاعتي باخدها بحطها على لفة الجلاش وابتدي اقص بالمقص. اهي هنعملها بطريقة جلاش باللحمة المفرومة. لا هتفردي كل واحدة وتدهني ولا الكلام ده، احنا مش فاضيين. هنا انا شفت مقاس الصينية، حطيت اول ورقة لقيتها كبيرة كده. هبتدي اجيب المقص واقص بقى على المقاس اللي انا خدته، كأني بتفصلي قماش. تمام تمام. مش هنحط لها بقى التشريبة والكلام اللي احنا بنسمع عنه. لا لا لا، مفيش تشريبة ولا تهريبة. احنا هنرصها كلها، بس حاولي تفتحي كل واحدة، يعني كل واحدة كده فتحيها ما تبقاش لازقة في التانية. وحطي نص الصينية، رصيها كويس. احنا هنا مش هندهن بقى كل طبقة وطبقة، ولا نحط زبادي ولا بيكنج باودر ولا الكلام ده. اولا البيكنج باودر بينشف الحاجة، والجلاش كده كده بيبقى كريسبي يعني من بره ومن جوه طري. اهي ابدأي بقى حطي اي حاجة عندك متقطعة في نص لا تحطيها من تحت عشان ما تيجي تقطعي، ولا تحطيها من فوق. حطيها في نص الصينية، في يعني حطي واحدتين في القعر، وابدأي حطي اي حاجة متكسرة عندك من لفة الجلاش عليها. اهي انا هبتدي افردها كويس واحدة واحدة. لو في اتنين لازقين من بعض فكيهم وافرديهم. هنا هنعمل بقى اللحمة المفرومة معايا كانت استوت خلاص. ابدأي بقى، عفوا، ابدأي بقى. طبعا انا بعملها لكم واحنا لسه الصيام. ابدأي بقى حطيها وزعيها. حطي اللحمة المفرومة وزعيها، بس ما تجيش جنب الحروف. اهي مش محتاجة مادة دهنية دلوقتي خالص، احنا هنقطع في الاخر. وابدأي بقى حطي عليها بقيت نص لفة الجلاش. اهي افرديها كويس زي ما عملنا من تحت، هتفرديها وهتغطي بيها كويس جدا. حطي بقى ابدأي بقى التشريبة اللي احنا عملناها، لا اكتر ولا اقل. نص كوباية من الشوربة عليها نص كوباية من السمنة. تمام كده، يا دوبك يدفوا معاكي بحيث ان السمنة تفك، مش عايزة اكتر من كده. انا قبل ما احط عليها اي حاجة انا هقطع الجلاش كويس جدا بعد ما ارصه. بس هي تبقى اهم حاجة الواحدة اللي بلاقيها بلزقة في التانية زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بفكها. ليه؟ عشان يطلع معاكي مورق وجميل. اهي حطي بقى كل اللفة اللي عندك. اللهم بارك. عايزة اقول لكم ملحوظة في الجلاش اللي بنشتريه، اللي كان كويس اللي هو السايب، لكن دلوقتي لا، جلاش الشركات احسن بكتير. دلوقتي بقى يحطوا عليه دقيق اسمر اللي هو السايب، لكن جلاش الشركات ما شاء الله اللهم بارك زي ما حضراتكم شايفين كده الورقة كويسة جدا.
سمكها. بس بيحتاج، هقولك الملحوظة والتركة المهمة فيه، بيحتاج تشريب، يعني زي الرقاق الطري كده، بيحتاج انك تشربيه كويس. نص كوباية الشوربة اما تحطيها عليه هتديله تشريبة كويسة جدا. اهي هبتدي بقى اقطع. امسكي بقى قطعي، قطعي اهي بقيت لفة الجلاشة اللي هم بارك 500 جرام دلوقتي عملوها لنا جميلة. ورقة ورقة حطيها. لا يعني حاولي تحطي اللي فوق ازيد سنة عن اللي تحت، بحيث ان اللي فوق هو اللي بينفخ معاكي، لكن اللي تحت بيبقى راقد، اللحمة بتبقى راقدة يعني فوق، بتكبس نفس من الاخر. اهو كده. ابدأي بقى حطي، حطي وقطعي، افصلي وحطي. جلاش الشركات تحفة بصراحة، انا بحب اجيبه عن الجلاش اللي هو السايب. السايب كان الاول بيعملوه كويس، بس جبته كام مرة لقيته بيبقى اسمر، يعني بيحطوا فيه دقيقة سمرة. هاتي السكينة بقى وقطعي، نحاول نجيب المقطع اهو. مش هيجي خالص معانا. طيب نجيب المقطع التاني، برضو صعب. لا ما فيش الا السكينة بقى. ايوه معلش يا جماعة، الدنيا صيام مش قادرين نقطع اهو. قطعي التقطيع اللي تعجبك، كبير بس ملحوظة في تقطيع الجلاش ابو لحمة، يعني حاولي تقطعي الحتة ما شاء الله يعني كبيرة شوية. ده مش جلاش مسكر، ده جلاش باللحمة، بحيث ان اللي ياخد حتة ما ياخدش التانية. كفاية كده، نظرية اقتصادية. يعني الحتة تلكم، يعني مش ممكن تقطعي الصينية دي بقى بالطول 2 أو 3 قطع اهي. حطي بقى وقطعي وكتري، وبلاش تستخسري، احنا في شهر كريم. تعبت والله التقطيع، يعني تعبني. صيام يا جماعة. لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسينيش لايك ومتابعة، شهيصيني كده. وهجيب بقى الشوربة مع السمنة اللي حطيناها. طبعا الشوربة عندي متبلة، يعني ملح وفلفل اسمر والتوابل بتاعت الشوربة. مش هقولك حطي بقى لا اكتر ولا اقل، وهو كده هيطلع تحفة. انتي مش محتاجة اكتر من كده. الشوربة الجلاش اللي بيحتاج ان هو يتبل، كل ما يعني طرتيه بيطلع زي الفطير. مش محتاجة ان انا احط له تشريبة لا زبادي ولا بيكنج باودر ولا الحاجات دي، هو كده بيطلع خطير. وهوريهولك برضو في الاخر بيطلع تحفة اهو. ما تسيبيش واحدة إلا لما تيجي عليها التشريبة ده اهي كده. وهسيبها بقى. التركة التانية او التالتة سيبيها، يعني ما تحطهاش في الفرن على طول، سيبيها حوالي 5 دقايق بره، يكون الجلاش كله شرب التشريبة ده اهي، ووصل لكل ورقة في الجلاش. وابتدي ايه حطيها في الفرن اهي بقى. فرن ايه 180 درجة الحرارة، مولعة قبل ما تدخلي الصينية ب10 دقايق، حرارة 180 الرف الوسطى اهي. التركة المهمة بقى، طبعا احنا كنا لسه يعني الاذان ما اذنش اهي. هوريها لكم بس يعني. حطيها. والتركة الرابعة بقى المهمة، غطي الصينية، يعني على ما الأذان كده 5 دقايق 10 دقايق الأذان يأذن. على حسب اهي. مطلع طالع مورق وخطير وكريسبي بره، فوق وتحت كريسبي وجوه طري. اتمنى الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، وتشجعوني لايك ومتابعة اشتراك شير يعني.